ثم بعد هذا البيت 94 قال إمامنا الجزري في البيت 95 قال: نعمتها أرجو أن تنتبهوا إلى هذا البيت. البيت 95 الذي سأشرحه الآن هو أكثر بيت تعقيدا في المنظومة الجزرية كلها. قال رحمه الله: نعمتها 3 نحل إبرهم معا، ثم قال: أخيرات عقود الثاني هم. لاحظوا أيها الإخوة، سأشرح هذا البيت فركزوا معي قليلا. نعمتها، هناك ضمير في موصول بنعمة وهو قوله ها. هذا الضمير يعود إلى ماذا؟ يعود إلى أقرب مذكور، كما هي عادة العرب في لغتهم أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور. إذن ما هو أقرب مذكور؟ قوله البقرة. إذن هود كاف البقرة نعمتها، يعني نعمة البقرة، وكأنه قال نعمة التي وردت في سورة البقرة. إذن استخدم كلمة البقرة مرتين، مرة بالاسم الصريح مع كلمة رحمة، ومرة بالضمير مع كلمة نعمة. وقال 3 نحل، أي المواضع 3 النحل. ثم قال إبرهم معا. إبرهم إشارة إلى سورة إبراهيم. من اللهجات العربية في كلمة إبراهيم تقول بعض العرب إبراهيم، وبعض العرب يقول إبراهام، وبعض العرب يقول إبراهام. فإذا إبراهام معا، ما معنى معا؟ يعني الموضعان في سورة إبراهيم. ثم قال أخيرات، هنا مربط الفرس كما يقولون، هنا مربط الفرس كما يقولون. أخيرات، تأملوا هذه الكلمات، تجدون أن أخيرات جمع أخيرة. أخيرة وأخيرة وأخيرة ماذا تشكل؟ أخيرات. إذن أخيرات جمع أخيرة. وكأنه قال الآن سأشرح، انتبهوا: نعمة البقرة الأخيرة، 3 النحل الأخيرة، موضعي إبراهيم الأخيران. إذن أخيرة وأخيرة وأخيرة جمعها بقوله أخيرات. هل انتبهنا؟ إذن في البقرة أكثر من نعمة. لاحظوا الشرح، انظروا إلى اللوحة السطر الثالث. جاءت نعمة في سورة البقرة مرتين، في الآية 211: ومن يبدل نعمة الله. لاحظوا أنها مربوطة. وفي الآية 231: واذكروا نعمة الله عليكم. لاحظوا بأنها مبسوطة. نرى على السطر الأخير: والمبسوط منهما هو الموضع الأخير. إذن هذه أخيرة من الأخيرات 3 التي ذكرها الجزري بقوله أخيرات. إذن نعمة في البقرة من منهما مربوطة؟ الموضع الأول، عفوا مبسوطة. الموضع الأول ولا الثاني؟ الموضع الثاني. من أين أخذنا هذا؟ من قول الجزري أخيرات. ننتقل إلى 3 النحل. أيضا انظروا ماذا كتب في اللوحة. جاءت نعمة في سورة النحل مضافة 5 مرات، في الآية 18 71 72 83 114. لاحظوا بأن الموضع الأول مربوط، الموضع الثاني مربوط، الثالث والرابع والخامس مبسوطة، وهي قوله 3 نحل.
إذن المواضع الثلاثة الأخيرة من النحل مبسوطة، أما الموضعان الأولان فمربوطين. كذلك ننتقل إلى قوله إبرهم معا. إبرهم معا، جاءت كلمة نعمة في سورة إبراهيم 3 مرات، في الآية 6 و28 و34. المبسوط هما الموضعان الأخيران. أما الموضع الأول اذكروا نعمة الله فهو مربوط، فإن وقفنا على الأول نقول اذكروا نعمة بالهاء، بينما الموضع الثاني ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة، فلو وقفنا اضطرارا أو اختبارا نقول نعمة. والموضع الثالث وإن تعدوا نعمة نقف عليها بالتاء المبسوطة. إذن نرى في السطر الأخير من اللوحة والمبسوط منها أي من هذه المواضع الثلاث هما الموضعان الأخيران. أرأيتم أيها الإخوة كيف استعمل إمامنا الجزري كلمة أخيرات وردها إلى البقرة، إلى نعمة البقرة، وإلى 3 النحل، وإلى موضعي إبراهيم. انتبهوا إلى هذا فإنه من المواضع التي تحتاج إلى تأمل في المنظومة الجزرية. ثم انتقل إمامنا الجزري إلى في آخر البيت إلى قوله عقود الثاني. عقود الثاني كلمة عقود إشارة إلى سورة المائدة، لقوله تعالى في مطلع السورة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فقوله عقود الثاني إشارة إلى الموضع الثاني من سورة المائدة الذي فيه كلمة هم، إذن هو قيدها بالموضع الثاني ثم زادها إيضاحا وشرحا بقوله هم، يعني التي فيها قوله تعالى إذ هم قوم. انظروا ماذا كتب في اللوحة. جاءت كلمة نعمة في سورة المائدة 3 مرات، في الآية 7 11 و20. من المربوط؟ المربوط هو الموضع الثاني فقط، وهو في الآية 11 قوله تعالى اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم. إذن قيدها بتقييد إضافي بقوله عقود الثاني هم، والمبسوط منها هو الموضع الثاني الذي فيه كلمة هم. ثم قال في البيت 96 رحمه الله لقمان أشار إلى كلمة نعمة التي وردت في سورة لقمان في الآية 31، وهي قوله تعالى ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله. لاحظوا بأن النعمة مبسوطة فنقف عليها اضطرارا أو اختبارا بنعمة. ثم قال ثم فاطر. الآية 3 من سورة فاطر قوله تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. نعمة الله لاحظتم بأنها مضافة إلى اسم ظاهر وأنها مبسوطة، فنقف عليها اضطرارا أو اختبارا اذكروا نعمة. ثم قال رحمه الله كالطور، أي ككلمة نعمة التي وردت في سورة الطور، وهي في الآية 29 من قوله تعالى فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. بنعمة ربك نقف عليها اضطرارا أو اختبارا بنعمة. ثم قال رحمه الله عمران، وهو الموضع الأخير من مواضع كلمة نعمة، قوله تعالى في الآية 103 من سورة آل عمران
واذكروا نعمة الله عليكم. واذكروا نعمة الله، كتبت مبسوطة فنقف عليها اضطرارا أو اختبارا. واذكروا نعمة